انا المواضيع اللي بلاقي الناس كلها بتتكلم فيها غالبا مش بحب اتكلم فيها، لان بحس انها زي ما بيقولوا كده ايه اتهرست كتير. فبحس ان الكلام فيها ملوش لازمه، هي خلاص الناس قامت بالواجب. لكن في موضوع بسنت اللي احنا كلنا تابعناه ووجع قلبنا، لما لقيت كمان ان في كومنتات وفي ناس بتتكلم يعني حتى ما رحموهاش لما ماتت، ولسه بينظروا عليها وماتت كافره وماتت مش عارفه ايه، وانتوا ازاي يا جماعه تعملوها بطله؟ ده انتوا كفايه ما تمسكوا موضوع وتعظموا فيه، انتوا كده بتنشروه انتوا. بصوا يعني حابه بس اوضح نقطه. اولا يعني هو ربنا ما يكتبها على حد. الاكتئاب ده ابتلاء كبير جدا من عند ربنا، مرض زي اي مرض انت بتسمع عنه كده وبيرعبك وبتحس ان هو يعني اللي مصاب بيه حياته في خطر. الاكتئاب ده عذاب، حقيقي عذاب، باختلاف مراحله بقى. هي طبعا كانت واصله لاقصى حاجه يعني. ممكن مثلا مريض الاكتئاب ده يكون بيعاني من كوابيس طول الوقت، بيشوف عياله بيموتوا بأبشع الطرق، بيشوف ان هو تايه، ان هو متوتر، يصحى يكمل يومه احساسه لسه فيه، يلاقي ناس مش بتستوعبه، ناس بتدوس عليه اكتر. طبعا كل ده، كل الاحاسيس اللي عنده دي نتيجه برضو افعال او حاجات اتعرض لها في حياته، يعني ما تمش التعامل بيها بطريقه صح. فهو وصل للحاله النفسيه دي غصب عنه، بيكون مش عارف يشوف الدنيا غير من زاويه واحده بس، فكره واحده بس بتبقى مسيطره على دماغه، هي ان الدنيا دي وحشه قوي وان هو لازم يسيبها. ممكن كمان ناس بتفكر ان يعني انا خايفة على عيالي ان هم يعيشوا في الدنيا دي، فانا اخلص مثلا عليهم او ان انا انهي حياتهم عشان ارحمهم من العذاب اللي هم هيشوفوه في الدنيا دي. بتبقى فكرة مسيطرة، مفيش حد عايز يأذي عياله، بس دي بتبقى فكرة مسيطرة على البني ادم. لان انا زي ما بقول لكم كده، ده مرض اللي مصاب بيه لازم نقف جنبه، لازم ما نرفضهوش وما نكفرهوش وما ما نخوفهوش ان هو يعبر عن اللي جواه عشان الناس تعرف تساعده. تمام؟ فانتوا انتوا مش ربنا علشان بعد ما هي راحت عند ربنا كمان تحكموا عليها وتقولوا دي كافره، دي كذا، دي كذا. تاني حاجه يا جماعه، انا مش بعمل فيها فيمينست ولا ان انا بدافع عن حقوق المراه ولا الكلام ده خالص. بس الفكره ان بجد والله العظيم احنا مجتمع ظالم، احنا مجتمع جاي على الست بطريقه رهيبه. يمكن مثلا يعني اقول لكم ايه، بس حسبي الله ونعم الوكيل، كل واحد بيتكلم بلسان مثلا الدين لما بيتعامل مع الست على ان هي يعني ملهاش كرامه، تطيع الاوامر اللي بتتقال لها زي ما بتتقال لها، ومش من حقها انها تجادل ولا تعترض ولا تزعل جوزها ولا مهما كان هو بيعمل ايه مثلا. احنا عشنا طول عمرنا هو الكلام بس على الستات، معظم اهل النار من الستات. دي احاديث، هي على فكره الاحاديث دي مش صحيحه ولا هي مؤكده ولا اي حاجه، ومع ذلك بتتقال وبتتكرر. واللي هتنام مزعله جوزها الملائكه هتفضل تلعنها لحد الصبح، ومراتك لو زعلتك تضربها. مين اللي قالك؟ مين الكلام ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم على اللي انتوا افتريتوا على الدين وعلى سيدنا محمد بيه. سيدنا محمد اتجوز 11 ست، ال11 ما مدش ايده على واحده منهم، ولا واحده من ال11 ولا عمره مد ايده على واحده منهم. يعني قابلوا كل انواع المشاكل اللي ممكن نقابلها في حياتنا، غيره وقمص وزعل وغضب وعند ومقارنه، كل حاجه ممكن تتخيلها في حياتك اكيد مشاكل قابلته في ال11 زيجه اللي هو اتجوزهم، ولا مره عمره مد ايده على واحده منهم خالص. هاتوا حاجه واحده تقول ان هو مد ايده على واحده فيهم. بلاش، مش ده مش بس ما مدش ايده على زوجه من زوجاته، ده كمان كان هو يعني ما كانش تقيل عليهم، قاعد مثلا في بيتهم بيخيط حاجته بايده بيعمل واللي موجود يعني ما كانش حد ليه طلبات كتيره ولا مرهق للي معاه خالص، كان حنين جدا، كانت قعدته خفيفه. طبعا اكيد انا مش بقارن لان عمري ما هنلاقي حد طبعا زيه كمان يعني. مهما تقول انت الرجاله ايا كانت الظروف اللي هم متحملينها، الظروف الاقتصاديه، بيطلع عينه في شغله، سامع كلمتين من مديره مثلا، خسر شغلانه فيها فلوس، يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان شايل مسؤوليه رساله من ربنا، نشر الاسلام
في العالم بيتعرض لرفض من عيلته، من بلده، من ناس كتير رافضه الفكره اساسا، بيطلع غزوات وبيطلع بيقابل مشاكل انت كراجل انت ما بتقابلش 5% منها، مش هتقابل 5% منها، ومش هتتحملها ومش هتتحط فيها. انت مش نبي، بس مع ذلك هما ما اتقالش مثلا اصل راجع من الغزوه تعبان فقام ضارب مراته لما قالت له كلمتين. ما سمعناهاش يا جماعه، ما سمعناهاش. ده كمان مش بس مراته، ده حتى ما مدش ايده ولا على مراتاته ولا على عياله ولا على عبد عنده ولا اي حد اللي كان بيتعامل معاه، ولا عمره مد ايده على حد اصلا، ولا طفل ولا كبير ولا اي حاجه. يعني الحاجه الوحيده اللي ذكرت يعني كان التحضير لغزوه بدر، فكان هو كان طالع بره الصف الصحابي ده، فهو كان قرب له كده فبيعدله، فكان معاه سواك كده في ايده، فقام بيعمل له كده في بطنه اللي هو ايه، خش في الصف. فقام قال له اوجعتني يا رسول الله، وجعتني. الرسول عمل ايه؟ قال له مشمر العبايه بتاعته، قال له اقتص، يعني خد حقك، انا وجعتك، خد حقك من النبي. بيقول له خد حقك مني عشان الخبطه دي من غير ما يقصد وجعته. انتوا فاهمين انتوا بتتكلموا في ايه؟ فقام التاني قام حضنه، قال له انا بقول كده بس عشان يبقى انا داخل غزوه ومش عارف هطلع منها ولا هستشهد، فعايز اخر حاجه ان انا اكون حضنك. فيعني كان حنين لدرجه رهيبه، كان مؤدب لدرجه رهيبه. انتوا بتتكلموا ازاي ان تبرروا اي عنف واي قله ادب تحصل لاي ست في الدنيا؟ بتبرروها ازاي؟ بتتكلموا عنها ازاي؟ ازاي حد من بعيد يشير ان ده مثلا من الدين ومش حرام، انه عادي انه يحصل في البيوت؟ ما بيحصلش. عيب انه يحصل؟ لا، حرام انه يحصل، حرام انه يحصل. ولو حصل يبقى الست من حقها انها تاخد الحل اللي يرضيها لحد ما ترضى، مش انه يتكرر وتعدي وتسامح وفي الاخر يطلقها وتشيل وتصرف وتلف وتدور على حقها وحق عيالها. انتوا بتتكلموا في ايه؟ كل ده مستغربين ان هي اللي انتحرت، اتدمرت. هي انتحرت عشان هي اتدمرت. دي ولا واحده ولا عايزه شو ولا عملت الفيديو مقلب ولا اي حاجه، دي ماتت علشان هي مش قادره تعيش في وسط كل الضغوطات دي. انتوا لسه بتنظروا عليها؟ يعني بجد حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد بيقسى اكتر من القسوه اللي موجوده حوالينا. ولازم كل واحد يراجع نفسه في اي كلمه بيقولها ممكن تبرر لحد غبي انه يأذي واحده ويجي على عياله ويطلب منها اكتر من اللي في مقدرتها انها تعمله.